السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتحدث على فوائد المورينجا أو نبتة الحياة. فتمتلك المورينجا العديد من الاستخدامات التقليدية الشائعة، وتوجد المورينجا في العديد من المناطق على مستوى العالم، مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية والهند وأندونيسيا والعديد من الدول الأخرى. حديثا في الدول العربية، في السعودية مثلا، وفي تونس وفي السودان. ويتم استخدام المورينجا في الوقاية من العديد من الأمراض، وكذلك كسماد وعلاج تأكل التربة وتنقية الماء، وتدخل في مستحضرات التجميل وطباعة المنسوجات والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات وزيوت التزليق ومنتجات الألياف والزخرفة وكنوع من التوابل. كل جزء من المورينجا له فوائد منفصلة عن الآخر، فكل من الأوراق والزهور والبذرة وزيت المورينجا هي مكونات صالحة للأكل، وتستخدم في أغراض الطهي، وتؤكل الأوراق خضراء أو في السلطات أو المخللات. تستخدم كذلك بذور المورينجا الغير ناضجة في مختلف الأطباق، وتعد أوراق المورينجا بديل صحي على اللحوم، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وخاصة البروتين النباتي. تحتوي المورينجا على نسبة الأحماض الأمينية، وتعمل هذه الأحماض على مكافحة سوء التغذية. غالبا ما توصف شجرة المورينجا بشجرة الطبيبة، والبعض كذلك يسميها بشجرة العجب، والبعض الآخر وهو الاسم المتداول في الغرب هو شجرة الحياة، وذلك لأنه يتم استخدام كل أجزائها والفوائد الجمة لهذه الشجرة الطيبة أو الشجرة العجيبة. وأظهرت أبحاث التغذية القيمة الغذائية التي توجد في أوراق المورينجا، وعند مقارنة فوائد المورينجا بالقيمة الغذائية الموجودة على مثلا تحتوي على 7 أضعاف من فيتامين سي الذي يوجد في البرتقال، وتحتوي على 4 أضعاف من فيتامين آ الذي يوجد في الجزر، كما أنها تحتوي على 4 أضعاف الكالسيوم الذي يوجد في الحليب، وتحتوي على ضعف البروتين الذي يوجد في الزبادي أو الزبدة. كما أن أوراق المورينجا تحتوي على مختلف الفيتامينات، مثل فيتامين آ وفيتامين بي 1 وفيتامين بي 2 وفيتامين بي 3 وفيتامين بي 6 وفيتامين سي، والمعادن بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك، وتحتوي على البروتينات ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة. كما تحتوي أوراق المورينجا على الأحماض الأمينية، والتي نادرا ما توجد في أي نظام غذائي، وغالبا ما توجد في اللحوم. تعمل المورينجا عموما على حل مشكلة نقص التغذية، ويعد مسحوق أوراق المورينجا المجفف فعال أكثر من أوراق المورينجا الطازجة، حيث تزداد القيمة الغذائية لأوراق المورينجا عندما تكون مجففة. للمورينجا العديد من الفوائد الصحية، كما أن المورينجا تساعد في الحصول على بشرة صحية. تستخدم بذور المورينجا لشعر صحي، وتستخدم أيضا المورينجا كمضاد للميكروبات، مضاد للميكروبات، لأن تعمل أوراق المورينجا والجذور كمضاد للميكروبات، وفعالة في التصدي للبكتيريا. وقد توصلت دراسة حديثة إلى أن المورينجا تحتوي على مكونات حيوية لها خصائص مضادة للجراثيم. وقد نشرت دراسة في مجلة بايرو العلمية أن المورينجا تعمل على تنظيف القولون والأمعاء، وتستخدمه العديد من شركات الأدوية كمضاد للبكتيريا. وتستخدم أيضا المورينجا كعشب فعال في علاج الفيروسات.
المورينجا هي أفضل صديق للأم، لأن أوراق المورينجا تعمل على تعزيز الرضاعة عند الأمهات المرضعات، فقد تم استخدامها في الفلبين لهذا الغرض. وينصح بتناول الأمهات المورينجا قبل الولادة أو بعدها لتحسين الرضاعة، فهي تعمل على زيادة مستويات البرولاكتين وهو هرمون الرضاعة عند الأم. المورينجا مصدر غني بالكالسيوم، هذا شيء قد أكده الباحثين والعلماء. وخصائص المورينجا، من خصائص المورينجا هي كذلك مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. هو علاج فعال المورينجا لقرحة المعدة. يعد عصير أوراق المورينجا بمعنى علاج فعال لقرحة المعدة، وقد أثبتت الدراسات فعالية نبات المورينجا في علاج التهاب الاثني عشر وقرحة المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي. كذلك تحافظ المورينجا على صحة الكبد. أكثر الأسباب الشائعة للإصابة بمرض الكبد هي العدوى كما هو معروف، فقد أثبتت الأبحاث أن المورينجا تحتوي على الآثار العلاجية لاضطرابات الكبد، وفعالة في علاج التهابات الكبد وتلييف الكبد وأمراض الكبد التي تنتج عن تعاطي المخدرات أو الكحول. المورينجا كذلك تستعمل لعلاج الربو، وتعالج المورينجا أمراض الجهاز العصبي. تستخدم كذلك في علاج مرض السكر. تستخدم آثار المورينجا الوقائية في علاج مرض السكر، وقد أكدت أبحاث المورينجا تعمل على تقليل نسبة السكر في الدم والبول. تقلل المورينجا من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنها تستخدم لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. وفي الحقيقة للمورينجا العديد من الخصائص، كذلك تعالج الجروح، تستخدم كمضادات للخصوبة، تعمل المورينجا كمدر للبول. لكن للمورينجا كذلك بعض الآثار الجانبية التي يجب أن نحتاط منها. فقد تكون أوراق المورينجا آمنة عندما يتم تناولها كغذاء، ولكن يجب تجنب تناول جرعات زائدة، وخصوصا من الجذر أو العروق، فقد يحتوي ذلك على السموم والتي قد تسبب الشلل أو الموت، وقد تسبب أيضا الإجهاض للنساء الحوامل لو تم أخذها أثناء فترة الحمل. لذلك يجب الانتباه، وفي كل استعمال للمورينجا يجب استشارة الطبيب. أتمنى أني قد عرضت بعض خصائص المورينجا في هذا الفيديو، وإلى لقاء قادم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.